والله مستعجلة كتير، بس لا بدي صور هذا الفيديو اليوم، وإن شاء الله بدي أعمل فيديو تاني عن هذا الموضوع، لأنه ما بدي إياه يكون هيك على السريع. تمام؟ لأنه هذا الموضوع كتير مهم إنه نعمله وأنا كتير بحبه. الموضوع هو التفريغ عامة. إحنا لازم نفرغ عن اللي جواتنا والأشياء اللي عم نعيشها. أوقات كتير بنمر بأيام صعبة، أو حتى ممكن يكون يوم عادي بس صار في مواقف بسيطة ضايقتنا وضلت ببالنا، بس إحنا بسبب السوشيال ميديا، بسبب انشغالاتنا ما بننتبه. يعني ما بنقعد مع حالنا ونقعد نكتب أنا حسيت اليوم بكذا، أنا اليوم ضايقت من كذا، أنا اليوم كذا. فلازم موضوع التفريغ هذا يكون بحياتنا. اكتبوا، والله لما بعد عن التفريغ بهلك بتعب. حتى أوقات رح أحكي لكم على السريع إنه بمرة عن جد بيوم ما بعرف شو كان فيني، معصبة وما في غير عم صرخ ومتضايقة، ما بعرف شو بي عن جد. جيت بآخر اليوم قلت إنه إسراء شبك، هاي مو انتي. قعدت مسكت قلم وورقة وبلشت دفتري اللي بعمل فيه تفريغ، قعدت وبلشت اكتب شو حاسة. والله بنص الحكي بلشت دمع، وهذه الدموع حسيت غسلتني من جوا. حسيت انه كأنه اللي جواتي طلعته على الورق، وهذا الشيء مثبت علميا. التفريغ مثبت علميا. فبدي لكم على شغله، انه في ناس بتفرغ بالكتابة، في ناس بتفرغ بالحكي مع شخص قريب منا، في ناس بتفرغ بالكلام، في ناس بتفرغ بالبكاء، مجرد انك انت بكيت طلعت اللي جواتك. في ناس بتفرغ بالصلاة، في ناس بتفرغ بالدعاء بينه وبين ربنا. ففي كتير طرق للتفريغ. التفريغ ما له شكل واحد، التفريغ في منه اشكال كتير، وكل شخص بيحاول يعمل التفريغ المناسب له اكتر. لانه في ناس ما بتحب تكتب، بس ممكن تحب انها تحكي مع شخص وتحكي له وتفضفض له. وفي ناس العكس، في ناس ما بتحب تحكي شي لحدا لانه بتحب تاخد راحتها اكتر، فبيكون في مساحة اكبر انه تكتب شو هي حاسة، فبيحبوا الكتابة اكتر. وعامة حتى لو انت بتحكي لشخص، انا بنصحكم تفريغ بالكتابة، لانه حتى لو بنحكي مع اشخاص، فكرة انك انت تفرغ بالقلم والورقة كتير مفيد. فعادي ممكن نحكي مع اشخاص نفضفض لهم اشياء معينة احنا حابين نحكيها، وفي اشياء تانية بيننا وبين نفسنا فقط ممكن نفرغها بالكتابة او بالصلاة مع ربنا. فقلت لكم هذا الشيء لانه في ناس مفكرة انه التفريغ بس بالكلام. ابدا، التفريغ مثل ما عم لكم في له كتير اشكال، ولازم نعمل هذا الشيء. لانه احنا كل يوم عبارة عن ما بنفيق عبارة عن كوب فاضي عم يملأ اشياء ايجابية وسلبية، ايجابية وسلبية. ممكن يكون في كتير ايام اشياء سلبية عم تدخل بقلب الكوب هذا، واحنا ما بنعرف، بنروح بننام وخلص وبنفيق وعم يصير بقى شو كبت، تراكمات. طب ليش وصل حالي للتراكمات وهذا الكبت؟ لانه الكبت بيتحول لوجع، والتفريغ بيتحول لشفاء. كبت، وجع، تفريغ، شفاء. كتير انتبهوا لهذا الشيء. التراكمات بتدمرنا حرفيا. فانت استغل انك تقعد مع نفسك شوي تكتب، او انت بصلاتك فرغ، قول اللي جواتك. احكوا يا جماعة، احكوا. ليش ممكن انا هلا اقعد على سجادة الصلاة واقعد صلي وفي كتير اشياء جواتي مضايقتني؟ طب احكيها لربك، قولي، طلعي اللي جواتك، طلعيه. ليش هيك عنا تعودنا على انه نسكت ونكبت وما نقول اللي جواتنا؟ بس لازم نحاول نبلش نغير هاي العادة السيئة ونتعلم كيف نفرغ. حتى لو يوم بالاسبوع تحددوه انه انا اليوم بهذا الاسبوع صار معي كذا وكذا 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 وكذا. لازم. فبآخر فيديو نزلته، الفيديو اللي قبل هذا الفيديو، كنت عم بحكي عن الاشخاص الحساسين. فوقتها قلت إن في شغلة كتير بتساعدنا نخفف هاي الحساسية اللي عنا، واللي هي التفريغ. فالتفريغ بيساعد كل الناس، عن جد التفريغ بيساعد كل الناس. بتمنى من الكل دائما يحاول يفرغ، يطلع اللي جواته، اللي حاصرنا ومضايقنا ومخلين في تراكمات وكبت. لا تكبتوا بليز، لا تكبتوا ولا تراكموا شي جواتكم. فرغوا واحكوا. واي شيء اي حدا حابب يحكي هون بالكومنتات عادي، انا رح اسمعكم. وانا عن جد شخص كتير بيحب يسمع وكتير بيحب انه يعني بدنا نسمع بعض. اوكي. وتاني شغلة اعملوها ودائما بهاي الفيديوهات بذكركم فيها، واللي هو حاولوا تقعدوا بمكان هادي، حاولوا تقعدوا بالطبيعة، حاولوا تحظوا بوقت هادي مع نفسكم، بالذات لما تيجوا تفرغوا. كمان هاي نقطة بحسها مهمة. أنا بحب لما أقعد أفرغ شغل ضوء واطي،
يكون ضوء خفيف كتير وما يكون في حدا قاعد بالغرفة مثلا، أو حتى لو في حدا عادي يعني في ضوء خفيف ممكن. بحط بقى الدفتر، جايبة هيك دفتر كبير وبقعد بقى بكتب بفرغ اللي جواتي، ما في شي مستاهل. وهاي هي الدنيا يعني، لا تشيلوا بقلبكم، زدتوا بهالورق. تمام، يلا باي.